قال لك ما بغاوش يمشيو للحج. علاش؟ لان قال لك فلوس كتديها ميريكان. ويلي استغفر الله. وميريكان واش باقيه الفلوس عاد ديال الحج؟ وها هي في ميريكان كتدي الفلوس للحج. هادشي هذا يمنعك نتايا من الركن ديالك اللي خاصك ديرو، راه ركن من اركان الاسلام الشريف، وانت عندك الفلوس. عمي الجيلاني واش لعبوا بك دغيا ولا؟ هادشي هذا راه ما خاص بنادم يهضر عليه. حنا الفقراء واخا معفيين من الحج، معفيين من الزكاة. اما الاغنياء الزكاة والحج راه بحال اللي حيد الصلاة ولا حيد الصيام ولا حيد الشهادتان، صافي جمع وطوي. انت ما شغلكش، انت كتمشي كتأدي الواجب وكتمشي للبلاصه فين كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكتشوف، ما على بالك لا بميريكان لا بتا بشي حاجه، انت حياتك خرجتي من الدنيا كاع. انا لو كان عندي الفلوس والله تنحج ونعاود وحياتي كامله وكل عام ما نحقاش داك البلاصه تمشي تصولاجا فيها مزيان. كاينين الناس بغاو يفرقوا الحج وبغاو يفرقوا الجوامع على المسلمين. بناء لقمه في بطن جائع خير من افضل من بناء 1000 جامع وكذا، وخير ممن قام الليل راكع، وخير ممن البس الكعبه فيها البراقيع ولا ما شنو شي تخربيق بحال هكا، البسها البراقيع ولا بحال هكا. المهم بقى ماشي بشي تخربيق وبنادم كيدوخ بداك القوافي. ما يدوخوش عليكم، الله سبحانه وتعالى حسم الامر في هذا الشيء. الذين امنوا وعملوا الصالحات. خاصك تكون امن بالله وكتعمل الصالحات، ماشي تبقى تقول لي لا حق انا عندي كذا وعندي كذا الفلوس ديال الحرام مثلا وهذه ما كنصليش ولكن كندير الخير في الناس وندخل الجنه. باش منين جبتي هذا الشيء هذا؟ فين راه الصلاه؟ ما عندكش الصلاه سير تكمش.